أين أنت أيها الرجل؟ ألم أطلبك مرتين وثلاثة وأربع؟ ماذا تريد يا رجل؟ أنا رجل؟ لماذا تتكلم بهذه اللهجة؟ ألا تعلم من تقف أمامه؟ من؟ أنا الذي يخاف الطير في السماء مني. من؟ لا تعلم من أنا؟ الوالي؟ نعم. لقد ضحكتني من الكعبة. لقد كلمتني بعين الافتخار وكلمتني بعين الاحتقار والافتخار والاندثار، وكلامك كلام جبار. اسمع أيها الرجل، ألا تعلم أنني من أن وليت عليكم واليا بأنني أفنيت الطاعون؟ انتهى الطاعون؟ نعم. ألم تعلم بأن الطاعون صح أنك جيت وانقرض، ولكن جاء بدل الطاعون جاء مرض الحصبة ومرض البكرفس ومرض انفلونزا الطيور وانفلونزا الخنازير، وجينا المصائب كل من تحت راسه. اغرس. تعلم بأن خنجري هذا عندما ينقمع لن يخرج من هذه الكرش. نعم. وما ذلك يا سيدي؟ لا أرجوك يا سيدي، أنا كنت أمزح معك. إنني أمزح. إنك تزبج. أثبت يا زباد. أرجوك لا اسمح لي أن أقول كلمة واحدة. بس لا تتسرع. لن أتسرع، لأننا نحن علمنا ديننا عندما نتمكن ونصبح في مناصب عليا لا نتجبر ولا نتكبر ولا نتكبر على أحد. والله رجل جايب لي الوالي. والله رجل أنا رجل شهم ولا بد أن أعينه بمنصب كبير في ولايتي. انتظر أيها الرجل، تعال إلى هنا. تعال إلى هنا. ماذا تريد؟ والله أنك شهم وأنك من هنا رجل محترم، لذلك أنا قررت أن أعينك وزيرا في ولايتي. وزيرا؟ نعم. افتخر. خذوا المناصب والمكاسب، بس خلوا للوطن، خلونا نعيش. خذوا المناصب والمكاسب، لكن خلوا